الحياة شبه اللعبة. أول ما بتدوس ستارت بيبدأ طريقك فيها، والطريق ده ساعات بيجبرك تدخل كلية مش عايزها، بيجبرك تتعامل مع ناس مش حاببها، بيجبرك تشتغل وانت متقدر، بيجبرك تكمل لحد ما اللعبة تبعتلك مسج وتخيرك تحب تكمل ولا هتقف. وقبل ما تتهور وتدوس كونتينيو هتلاقي دماغك بتوقف، هتقولك انت رايح فين، ده مش طريقك ولا انت ينفع تكمل فيه. سيبك بقى من اللعبة دي خالص ودوس اند وتعالى نلعب لعبتنا الخاصة، لعبة باختيارنا، هنحدد طريقها بنفسنا. وطالما الحياة عايزاك كده كده تلعب، احنا هنلعب بمزاج. باختصار، اهدى، خد نفس، حدد طريقك وابدأ لعبتك. ودلوقتي ينفع اقولك تدوس ستارت تاني. واول ليفل هيبقى معانا النهارده في حلقة النهارده من مشاكل جرافيك. حلقة النهاردة من مشاكل جرافيك أو اللعبة النهاردة في مشاكل جرافيك. الحقيقة أنا فكرت كتير هندخل إزاي الحلقة دي، عشان هي حلقة مميزة وكل حلقة أنا ببقى متحمسة، وكان دايما بيتقال إن هاجر مستنية الحلقة دي من بدري ومن زمان. الحقيقة إن الحلقة دي في حد غيري هو اللي مستنيها، ومستنيها من قبل تقريبا ما نبدأ البودكاست خالص. أنا فكرت إن أنا بقى اللي مش هاخد المايك المرة دي ومش هقدم المرة دي، أنا هسيب له الفرصة هو اللي يقدم بقى ياخد راحته ويقدم وبراحته بقى هو. الكلام ده قدّم، ليا انا قدّم صح؟ براحتك عادي. الكلام ده ليا انا صح؟ بالضبط طبعًا آه. أنت متحمّس أكتر منّي مليون في المِيّة من قبل ما نبدأ البودكاست ده من الحلقة دي بصراحة، فأنا حبّيت أدّيك الفرصة. طيب قدّمه أنت بقى. انا اللي طيب حلو قوي، انا والله كنت مستني الفرصه دي من زمان. إمم. هو ضيف النهارده ضيف يعني مميز جدا جدا جدا، وتقريبا هو معانا من اول حلقه بدأناها في البودكاست ده. تقريبا هو مش تقريبا، هو فعلا معانا من اول حلقه في البودكاست ده. اول حلقه فتحناها او اول حلقه اتكلمنا فيها لما كنا بنتكلم على بدايات الجرافيك، اتكلمنا وقلنا ان انا كان معايا حد في الكورس هو ضابط وبيتعلم جرافيك. فالفكرة كلّها إن أنا كانت علاقتي بيه ساعتها مجرّد إن هو حد بياخد معايا كورس. العلاقة دي اتطوّرت وبقينا صحاب أو أكتر من صحاب، ويمكن إخوات كمان والله العظيم، وده حاجة طبعًا يعني تشرّفني طبعًا، ده أساسي، هو عارف كده كويس. بس هي الفكرة كلّها إن إحنا دلوقتي بقينا أكتر من إخوات حرفيًا. فهو كون إن هو معانا من أول حلقة، فهو حرفيًا معانا من الحلقة الأولى، والنهارده هو معانا حرفيًا بقى دلوقتي، فعليًا. إحنا معانا مصطفى حاسة أو بانبساط أوي في نبرة صوتك وأنت أنا بتقول. والله بجد مبسوط. يعني أنا مصطفى، يعني يمكن أنا عمّال باقول لِك من شوية إن أنا إيه بلاش ننشر غسيلنا ومش عارف إيه والكلام ده كلّه. حرفيًا في فترة قصيّرة أنا حكيت له على حاجات واتكلمنا في حاجات وخدت رأيه في حاجات أنا ما فيش حد من صحابي مثلًا ممكن يعرفها أو كده. المهم يعني إحنا معانا مصطفى النهارده، أنا مش عايز أقول سيادة الرائد، عايز أقول الدكتور، عايز أقول الgraphic designer، مش عارف إن أنا أأدّي إيه بالضبط، بس أنا خلّيني أبسّط الموضوع خالص وأقول إن إحنا معانا مصطفى اللي شرّدناه في أول حلقة في الpodcast بتاع مشاكل جرافيك، الtop fan بتاعنا. هي فعلًا. الtop fan بتاع البودكاست، لإن هو كان بيتفرّج على البودكاست ده وكان بيدّيني feedback من أول حلقة لحد الحلقة اللي فاتت. ويعني مش عايز أزايد أكتر من كده، هاسيب له المايك بقى هو اللي يتكلّم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مبسوط أوي. والله أولًا أنا مش عارف يعني أقول لك إيه، أنا باشكرك على الكلام الحلو ده، وفعلًا إحنا أكتر من إخوات وفي فترة قليلة جدًا، والنهارده طبعًا أنا أول مرّة أتشرّف بهاجر، فأنا اتشرّفت بيكِ جدًا، وبجد مبسوط جدًا إن أنا معاكم، ومن أول يوم أصلًا أنا كنت باسمعكم وكنت بافرُك عشان أنا من الناس اللي بتحب البودكاست والكلام ده كله، وكنت دايما بقعد أقول لمحمود كومنتس وحاجات مش نقد اللي هو اللي مش عاجبني ولا بنظر عليه، لا بالعكس عايزه يبقى أحسن، لأن أنا بعشق حاجة اسمها بودكاست. حياتي كلها في العربية، في الطريق، في الشغل، في البيت، السماعات في ودني أو على التلفزيون أو لو أنا قاعد بشتغل بودكاست شغال جنبي. فانا كان نفسي بقى من البدايه ان انا ابقى معاكم في مره اكتر من محمود، ما متحمس واكتر من الكلام الكتير اللي هو قاله ده. والنهارده فعلا يعني مبسوط والله ان انا معاكم، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه ونتكلم فيها في كل حاجه انتوا عايزينها. ده أساسي، ده لازم تبقى حلوة، ده هي كده هتبقى حلوة.
ان شاء الله. ان شاء الله. هتبتدي بقى ولا ابتدي انا هاجر؟ ابتدي لا بقى. هو اصلا هو ثانيه ولا انا ولا انت، هو بياخد المايك يبتدي هو اصلا يعرف انا نفسه اعرف. الاول. تصدقي صح، انا نسيت. شفت انت، ما تاخدنيش. زي حماتة خدتك. ايه الاحراج بس كده؟ لا يا باشا، اتفضل يلا قول كده، عرف بنفسك كده انا 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 هقول لك على حاجه. انا بسم الله الرحمن الرحيم كده، انا اسمي مصطفى سعيد، بكالوريوس طب بيطري جامعه بنها، خريج 2013. بعدها دخلت الكليه الحربيه، وبقيت ضابط طبيب بيطري في القوات المسلحه. وخدت بقى الرحله بتاعت الجيش كله، من اول ملازم اول لنقيب، حاليا رائد. بعد كده دخلت المجال بتاع الجرافيك ديزاين، لان انا بحبه من زمان. انا شخص عندي باشن رهيب من ناحية الافلام والاخراج والسينماتولوجي عموما. وكان الاساس بالنسبة لي ان انا لما ابتديت الكورس كان ان انا كنت عايز اتعلم ان انا ازاي منتج فيديوهات وازاي اركب فيديوهات. كنت اقعد اعمل الحاجات دي على التيك توك والانستجرام كده. كنت اقعد اعمل الريلز وفيديوهات حلوة قوي بامكانيات بسيطة بالموبايل. فقلت ايه المانع الواحد يتعلم ويتعمق ويبقى الموضوع بقى بروفيشنال اكتر. لحد بقى ما لقيت نفسي ايه ده في فوتوشوب، في الستريتور، وفي انديزاين، وفي موشن جرافيك. لقيت نفسي مع الوقت بحب الحاجات دي، وبدأت ان انا اتعلم فيها، سواء بقى مع محمود في الكورس او توتوريالز على اليوتيوب، او بشوف ناس بره مصر وجوه مصر. لحد ما الواحد يعني الحمد لله بدأ يعني ياخد الموضوع كهواية في الأول، بعد كده بقى شغل بالنسبة له، بسايد شغله الرئيسي يعني، في الوقت اللي الواحد بيبقى فاضي فيه. بس ده أنا باختصار شديد. طب والمونتاج كده راح فين؟ يعني انت دخلت وتعلمت جرافيك حب المونتاج ده بقى راح فين؟ ما هو حب المونتاج هو الكورس للأسف أنا ابتديته متأخر شوية. يعني أنا عندي 32 سنة، خدت الخطوة دي ممكن يكون متأخر شوية في حياتي. فلما ابتديت، عشان الستبس بتاعت البرامج لما ابتدت معايا في التعليم من اول فوتوشوب وبتاع، كان اخر حاجه كان البريمير اللي هو لسه خلصان قريب. فما ما اشتغلت في الاول وحبيت اكتر الفوتوشوب والموشن. ممكن الموشن اكتر، حبيت مجال الموشن جرافيك اكتر، وبعمل بيه حاجات حتى بقعد افرجها لمحمود كتير، ببعتها له لما بعمل اي تاسك ولا بروجكت، بقعد اوريه له. لحد دلوقتي ما اشتغلتش حاجه بيقول لك ايه بالله بالبريمير. عليك؟ تقول لي كده، بيقول لك ايه لما لا بتبعته؟ والله بجد، هو سبورتيف جدا. والله اقسم بالله، احلف بالله كده. والله العظيم. لا بقى ساعات بحس انه بيشتغلني ايوه. او بيجاملني اه. والكلام ده، بس لا لا اكتر واحد فعلا لما بيبقى عنده كومنت معين انا بسمع كلامه. يعني انا فاكر في مره كان في عندي بقى كان لوجو محتاج اعمله لشركه وبتاع، واتكلمت معاه وهو اللي فكر معايا، وهو اللي اداني الفكره وخلاني اتخيل، حتى قعد يرسمها لي كروكي كده على ورقه. وطلعنا بلوجو حلو جدا جدا جدا، عجب الناس وكان شكله حلو. وحطيته على البيهانس عندي، وفعلا فعلا فعلا من احلى حاجه انا عملتها من ساعه ما اشتغلت بسبب محمود. فانا بثق فيه وبثق في رايه و... وبجد مش عشان هو موجود دلوقتي ولا بجامله، وهو عارف ان انا مش بجامله، انا اكتر واحد بقطع فيه تقريبا. وبقعد انظر عليه في كل حاجه. حصل. مم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الواحد لما بيدخل مثلا في مجال دراسته او ايا كان، وبعد ما يخلص بيكون عنده حب او شغف لحاجة تانية، فما بيكملش اصلا، اللي هو خلاص ده بيعمل شيفت كارير كده لحياته وخلاص بقى يعمل كارير تاني. انما هو ماشي في طريقين، هو دخل في حاجتين. فانا نفسي افهم دلوقتي، هو انت عندك وقت مثلا تعمل حوار الجرافيك ده؟ يعني انا في المجال كله، يعني انا كل مجالاتي منفذه على بعض، وبحس ان انا وقتي مش موجود. انا بقى، انت بقى بتعرف تعمل كل ده ازاي؟ استغنيت عن حاجات كتير في حياتي كانت رئيسية، بطلت أعملها. أنا واحد مثلا بيحب حاجات كتير زي الأفلام والكورة والماتشات والكلام ده، بدلت الوقت ده بإن أنا بقيت أقعد أتعلم فيه، أو إن أنا أقعد أشتغل فيه في الحاجات اللي بتجيلي، التاسكات اللي بتجيلي أو البروجكتس اللي بتجيلي. فده استبدلت الوقت ده بده. بدل ما كنت برجع البيت بقعد أتفرج على التلفزيون، لا بقيت أشغل يوتيوب على التلفزيون وأتفرج على توتوريالز وأعملها. سواء بقى لما كنت في الفوتوشوب وكنت مسحول مع موضوع المانيبيوليشن اكتر، لان انا بحب الحاجات اللي فيها انك معقده اكتر، يعني انك تطلع مشهد، بسبب حب بقى الافلام والجيمز اللي كنت بلعبها والكلام ده. وان انا اصلا شخص بيلعب بلاي ستيشن كتير، ودي حاجه تافهه يعني، بس هو كان بحكم ان انا شاب، فالوقت فراغ بلعب بيه بلاي ستيشن. استبدلت برضو الوقت ده بان انا بدل ما بلعب لا بتعلم.
انا من البدايه اصلا، من ساعه ما اتخرجت انا واحد ما اختارش اي حاجه من اللي هو فيها حاليا. يعني بمعنى انا ما كنتش عايز اطلع دكتور اصلا، وكان نفسي اطلع مهندس وجي، بس كان رغبه الوالد والوالده بقى اللي هو نفسنا نشوفك دكتور ومش عارف ايه وبتاع، خش علم علوم. حاضر، دخلت علم علوم، بقيت دكتور. كانت سنه كبيسه كده 2008، لو الناس تسمع عنها، من السنين الصعبه جدا في الثانويه عامه في مصر. ما جبتش بقى، كان نفسي اطلع بقى دكتور اسنان او صيدلي، وكان ده كان حلم حياتي بقى. لقيت نفسي دخلت طب بيطري، قلت مش مشكله، تمام، خلصت. انا كنت ناوي اسافر بره مصر، ما كنتش ناوي اقعد ولا الكلام ده كله. كان عندي علاقات كويسه مع ناس، وان انا هخلص السنه بتاعت الجيش بتاعتي اللي هي مجند واسافر. بعدها لقيت نفسي، ايه ده، ماما بتقول لي ايه، مصطفى ما تقدم في الكليه الحربيه. لا يا ماما، انا مش عايز اخش الجيش، وعايز ابقى حر والكلام ده كله وبتاع. انا نفسي اشوفك ظابط يا حبيبي، كان زمان انت مش دكتور، دلوقتي نفسي اشوفك ده ظابط. ظابط. واصحابي في البكالوريوس يتحايلوا عليا، وانا اقول لهم لا مش داخل، انا تمام، انا هسافر، انا هعمل. سبحان الله، احنا كنا 5 أو 4، احنا ال4 قدمنا، هم كلهم سقطوا وانا نجحت. يا مسهل. والله العظيم وكملت. فلا بقى على الوقت بقى لقيت نفسي اللي هو طب انا ما عملتش حاجه انا عايزها، يعني حاجه انا بحبها. وحتى في شغلي كل الناس بتقول لي انت مش دكتور، انت شاسيه مهندس، دماغ مهندس، ستايل مهندس، بطريقه كلامك، بحركاتك، باسلوبك، بتفكيرك. انا بشغل بالي بتفاصيل في الشغل من اكتر من التفاصيل اللي هي المفروض تشغل الناس التانية. فقررت اخد الموضوع ده، فبقى ضحيت كنت زمان بقى عشان كان الواحد فاقد الشغف، كان الحياة روتينية جدا. فكنت وقت فراغك ده بتقضيه يا بتتفسح، يا بتخش سينما، يا بتتفرج على التلفزيون، يا بتلعب جيمز، تنزل تقعد على القهوة. استبدلت كل ده بان انا في المجال ده ان انا اقعد اطور نفسي فيه. ما اعتمدتش على الكورس، لان انا في البدايات الكورس بالنسبه لي كان هو البيزكس بتاعت اي حاجه، ازاي تمسك ماوس وتعمل بقى سelection، وازاي تعمل مش عارف ايه، وازاي تعمل كروب، وازاي تقص، وازاي تستخدم بين تول. ايوه ماشي، ما هو اي حد هقول له الكلمتين دول يعرف يعمله. حلو. ايه بقى اللي بيميز الواحد عن التاني؟ فسحلت نفسي في تفاصيل. كان كل الناس اللي معايا في الميني مع محمود رايحه في اتجاه السوشيال ميديا والبوستات بتاع السوشيال ميديا والديزاينات اللي هي نصها بيجاب من على فري بيك والكلام ده كله، وانا ساحل دماغي في ان انا اجيب 30 صوره وادمجهم في بعض، واروح اشوف توتوريال صعبه جدا، وكنت اقعد اعمله بال8 وال9 ساعات. ليه؟ لان انا بحب ابقى مختلف، مم. مش عايز ابقى بني ادم طبيعي. انا حتى كده في شغلي العادي ما بحبش امشي جوه الصف، اللي هو كلنا بنعمل نفس الحاجه. طب انت المميز في ايه؟ زيك زي غيرك. لا، انت لازم توصل لمرحله ان انت شخص ما ينفعش نستغنى عنه، لان انت عندك حته زياده. مم. فقررت ان انا اضحي بكل الحاجات اللي انا فعلا بحبها، وصعب لما سبتها، زي ان انا اقعد اتفرج على التلفزيون، او ان انا اتفرج على ماتش وانا واحد متعصب وكروي جدا، وان انا انزل اقعد على مدريدي. القهوه مع اصحابي ما هو مدريدي، وان انا اتفرج على افلام وانا بعشق الافلام ومسلسلات انجليش والكلام ده كله. قررت ارمي كل ده واقعد اطور من نفسي في المجال ده، حتى لو الشغل اللي بيجي لي مش قد المجهود اللي انا بعمله، بس انا مبسوط. لان انا برضو مش عامل لنفسي براند، لان هو في النهايه مش هو مش فول تايم جوب انا شغاله. مم. بحكم برضو الوقت، يعني انت بتساليني على الوقت، هو الوقت اللي عندي هو يا دوب بلحق اتعلم فيه، او لو جالي شغل في النص اخلصه. لو انا فاضي ما عنديش حاجه في حياتي غير المجال ده، هعمل حاجات كتير مم. اكتر من اللي انا بعملها بكتير. بس أنت بحكم الشغل مثلًا بتاعك أنت محكوم بوقت معين. محكوم بوقت معين لما برجع البيت والاجازات، إمم. اللي هو يوم واحد في الاسبوع يعني. بس فهو انا برجع من الشغل اخر النهار، خلاص انت بتقعد شويه في البيت، بعد كده تبدا تفتح اللابتوب وتقعد بقى الوقت اللي انت زي ما بقول لك كده كنت بتقضيه في حاجات تانية، بتقضيه انك تتعلم او تجرب فكره جديده، تشوف حد عمل حاجه تحاول تعمل زيها. عشان المجال ده مع الوقت الواحد اكتشف ان هو ممارسه. آه. انت ممكن تشوف الحاجه ايه ده هايفه قوي، بس لو ما عملتهاش تنساها. صح. بس يعني أنت ما عدتش بتلعب بلاي ستيشن يا اسطى؟ لا بلعب، يعني بس مره في الاسبوع. انا زمان، لا يعني انا زمان انا كنت بلعب بلاي ستيشن إمم. 24 ساعه طول ما انا في البيت، واللي هو البيت كله ينام وانا سهران. إمم. ارجع من الشغل وانا بغير هدومي بكون بشغله. دلوقتي هي مره في الاسبوع. طب مش ناوي تجيبه طيب؟ يا باشا تعالى خد، انا عارف ان عينك فيه من ساعه ما جالي، بس يعني بس. يا وفي شباب. اوقات مش هكدب عليك، ساعات انا ببقى عايز افصل. آه.
كنت لسه كتر اقول لك على الحشر النقطه دي. الكتير، الحشر الكتير بتاع المعلومات، لان المجال ده واسع قوي، كله في حاجه جديده. مم. واي اي بقى ومش عارف وايه، وحاجات كل يوم جديده، فاللي هو لا، افصل، خد بريك، ارجع تاني. عارف، انا كنت لسه اقول لك على حاجه. انا مثلا واحد من الناس كلها بتقول لي مثلا انت يومك مضغوط قوي، ومن ضمنهم هاجر بتقول لي انت مثلا يومك مضغوط قوي من ساعه ما بتصحى الصبح وبتمشي وبتروح الكورس الفلاني وبتروح الشغل ومش عارف ايه وبتتعامل مع ده وده. بس انت لو انا جيت بصيت لك مثلا انت كمثال، انت في الثلاث مجالات مثلا اللي انت داخلهم دلوقتي، انت بتقول دكتور وبعدين ضابط وبعد كده جرافيك ديزاين. هو اه. دكتور دي حاجه، ده اولا دي حاجه تقيله قوي. تاني حاجه امم. انت ضابط، دي حاجه اتقل. تالت حاجه انت جرافيك ديزاينر مؤخرا، اللي هي بتحتاج مجهود ذهني فظيع زي ما انت بتقول. امم. فكونك ان انت يعني ما شاء الله، انا مش بحسد يعني، انا ايه، انا بقول بقر بس انا ربنا بقر. خربانه يا باشا. انا كونك ان انت تعمل حاجه زي كده، وانا يمكن عارف، انا مش عايز بس ان انا ايه اوضح ان انا يمكن عارف تفاصيل يومك بتبقى ماشيه ازاي، خاصه ان انت يعني ايه عندك بيتك واسرتك وبتاع، وبتبقى عايز بالظبط. تهندل الموضوع ده برضو. ويمكن ده احنا شفناه يعني، عاصرته معاك في كذا بروجكت كده كنت انت شغال بيه او شغال عليه. وكنت بتقول لي انا بعمل كذا وبعمل كذا، ويا دوبك برجع من الشغل في مش عارف في الساعه 2 او 3، وبروح جري علشان افتح اللاب واقعد ان انا هندل الموضوع. ساعات كنت بتطبق، ومش ساعات كده، اكيد كنت كتير كنت بتطبق، بتقعد وقت كبير جدا. امم. فحته هندله الوقت دي انا احييك عليها بصراحه، ان انت مسحول في 3 مجالات او 3 شغلانات اصلا، بغض النظر ان انت ضابط دكتور فدي حاجه واحده، بس انت كونك ان انت تكون دكتور دي حاجه، وضابط دي حاجه، وجرافيك ديزاينر دي حاجه تسعة لوحدها كده. فحته بص هندله الوقت دي بصراحه انت جامد بص، فيها انا يعني. هقطعك في هنا في ايه هو السبب في الموضوع ده كله. هو جمله شخص قالها لي في يوم من الايام. امم. بص يا محمود، احنا لو قعدنا كده انا او انت او هاجر او اي حد، فكرنا وقعدت مع نفسك 5 دقايق، هتكتشف ان انت بتضيع وقت كتير في يومك في الولا حاجه، صح. على الفيسبوك، على الانستجرام، على التيك توك. انا بقى اكتشفت بعد 10 سنين في الشغل والكلام ده كله، مع الظروف اللي احنا فيها، وان الحياة كل يوم بتبقى اصعب من اللي قبلها، ان كل ده غلط. احنا لسه صغيرين، انت لو ما عملتش نفسك دلوقتي مش عمرك ما هترتاح، هتفضل طول عمرك شقيان كحيان. نفس المنظر اللي كنا بنشوفه زمان في الافلام والمسلسلات العربي القديمه، الراجل اللي راكب الاتوبيس وشايل البطيخه، اه. تفضل كده طول عمرك. لحد ما في واحد انا اعرفه، وهو ابتدى بدري قوي في مجالنا بقى، اللي هو مش الجرافيك ديزاين، اللي هو كدكتور. مم. وابتدى من هو صغير، قال لي يا مصطفى، حاجة واحدة بس اللي تمسك الموبايل انك تبص عليها كل يوم. قلت له ايه؟ قال لي حسابك في البنك بقى كام. يا نهار ابيض ايه ده؟ اه والله العظيم. اه. كل يوم لما تتشيك موبايلك، تتشيك حسابك بقى كام. ده اللي هينفعك. احنا في زمن ماني توكس، وجد عنده حق. عنده حق فعلا. انا ايه اللي انا بعمله على الموبايل؟ ولا حاجة. مم. ايه، كل يوم بقلب في ستوريز على الانستجرام بتاعت صحابي، ولا على على الفيسبوك، ولا على الكلام ده كله. او بتشوف ناس تانية انت ما تعرفهاش، بلوجرز ولا ناس سيلبرتيز عايشين عيشه معينة. طب انت عايز تعيشها، هتعيشها ازاي وانت قاعد بتتفرج؟ لا. يبقى حاول تدور على حاجه تانية تجيب لك انكم زياده، وتعيش احسن وتبقى مبسوط. فهو دي الحاجه اللي نورت في دماغي، خلتني الاقي وقت. انت لو عايز ايوه تلاقي بص، وقت بكره، وهاجر عايز تلاقي وقت بكره لحاجه زياده عايزه تطورها في نفسها، ماشي هتلاقي. انا معاك في النقطه دي، بس عشان في حته انت كنت قلتها في وسط الكلام، فانا مش عايزه انساها بصراحه. انت قلت احنا صغيرين فاحنا نعمل كل حاجه دلوقتي وانت بقى شغال في مجال اتنين تلاته، انت عمال بتدي لمجالك قوي، بس في م- نفس الوقت احنا صغيرين، فاحنا لازم نستغل الوقت ده ان احنا على الاقل نعمل فيه الحاجات اللي احنا مش هنعرف نعملها لما نكبر. بالظبط. حته الحياه الاجتماعيه، وحته ان احنا ندي لنفسنا وقت ننبسط فيه، وندي نفسنا راحه، ما يبقاش كل تفكيرنا شغل 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 شغل، عشان فيما بعد طب وبعدين احنا عملنا ايه بقى؟ لا، انا مش معنى كلامي ان انت تيجي على كل الناس اللي حواليك. انا بخرج عادي. لا انا بتكلم على نفسك. انت قلت يعني انا مش معنى ان انت تيجي عكس على نفسك قوي، لان لا انت لا لا، بتقول هو برضه اتكلم في نقطة، لا استني بس، هو اتكلم في نقطة ان هو كان بيضيع وقت ما مثلا انا في عارفه التيك توك. فاهمه. لا مم. انت ما انت فاكرني مش فاهمه، انا فاهمه. يا ستي ما انا ما اتكلمتش انا ما لا بس هقول اتكلم. لك على حاجه اجتماعيا مثلا، انت المفروض ان انت في اسره انت كونتها. المفروض ان انت قبل ما تاخد خطوه في حياتك، انت قعدت اتكلمت فيها مم. ان انا دلوقتي داخل على مرحله معينه. المرحله المعينه دي هتريحنا فيما بعد. فانت بيبقى معاك شخص متفهم مم. ان انت
الفتره دي انت بتسعى وبتشقى، وهي او الشخص اللي معاك سواء بقى مراتك او لو انت جوزك هيبقى متفهم فكره ان اللي انتوا بتعملوه ده هيرفلكت عليكم بالايجاب قدام. ان انت هتبقي بدل ما انت النهارده شغاله فريلانسر بتستني بروجكتس من عملاء، انت بكره تبقي اونر لكوربريت كبيره او ايجنسي كبيره، وانت اللي عندك كل الديزاينرز اللي بيتعلموا دول تحتك، انت مديرتهم او انت مم. الاونر بتاعت الشركه بتاعتهم. لما تعملي ده في سن صغير هترتاحي بعدين. إمم. دايما ما بصش. انا دلوقتي كان في بدايه حياتي التارجت بتاعي مثلا ان محمود ده شاطر، هندي مثال مثلا محمود انه شاطر وانا عايز اوصل له. وصلت لمحمود، خلاص كده النهايه؟ لا، شوف الناس اللي اكبر، شوف الناس اللي اعلى، ودايما بص فوق. لان انت طول ما انت ايه ده انا قفلت اللعبه خلاص، انت مش هتكمل، هتفضل واقف مكانك. مم. وبالرغم من كده هو الموضوع انا عشان زي ما قلت لك في الاول كده انا بسمع بودكاست كتير جدا، فانا شفت تجارب ناس كتير جدا في مجالات مختلفه، ازاي الناس دي ابتدت من ولا حاجه بقوا حاجه كبيره جدا في مجالهم، سواء اللي في الكوره سواء اللي في الهندسه سواء اللي مش عارف ايه، وكم الف واحد عمل شيفت كارير في مصر ووصل لحاجه احسن بمجرد جمله واحده بس. انا قعدت درستها كتير او قعدت اشوف لها فيديوهات كتيره، فكره التايم مانجمنت، ازاي تنظم وقتك. انا ضحيت بحاجات كتير بس ما ضحيتش بكل حاجه، مم. وضحيت بحاجات انا كنت بعملها لوحدي. وانا لما كنت بلعب بلاي ستيشن ما كنتش ببقى جاي على مثلا على حياتي الاجتماعيه، لا كنت بلعب في الوقت اللي انا فاضي فيه وبيتي ده مشغول في حاجه تانية. ما أنا يعني أنت حلوة النقطة اللي أنت بتقولها دي في حوار إن أنت بتنظّم الوقت بتاعك، دي جامدة جدًا، بس إحنا مش عايزين إيه، نسترسل في الموضوع علشان عارف أنت هتدوس تمام، و مم. و و وهاجر برضه هتدوس معاك في موضوع الوقت تنظيم ده. الوقت. ما هو حلو، يعني هي نقطة حلوة عامة. هو كشخصيا لازم يحكي عنها، عشان في أي حد، أصل أنا هقول لك على حاجة، في حد مثلا عايز يتعلم جرافيك أو عايز يتعلم مش أيا كان المجال اللي عايز يتعلمه، إمم. فيقول لا أنا بشتغل في حاجة أو أنا في كلية كذا، لا أنا ما عنديش وقت. لا هو هيكبر الموضوع، في خلاص بقى الموضوع كبير بقى، أنا مش هعرف أتعلم وقتي ومش عارف إيه، ولما هخلص شغل أو هخلص كلية هروح هرتاح يا دوب الحبة اللي أنا هرتاحهم دول. فموضوع تنظيم الوقت دي حاجة مهمة يعني. لازم حتى الناس تسمع الدنيا بالنسبة له بتمشي ازاي، علشان لو في حد عنده مخاوف من الحتة دي، لا يعني تتكسر عنده يعني. أنا ف- عايز هو إن أنا اي أجرجره حد في حاجة عنده، تانية والله بصراحة. هو اي حد ممكن يعرف ينظم وقته لو قعد بس فكر هو بيستغل وقته في ايه إمم. بس، وكل واحد على حسب ظروفه. مع انت ناس مش بتقعد كده مع نفسك بتحسبها ايه اللي انا ممكن اي حاجه في الكون ممكن نقدر نستغنى عنها ما عدا الاكل والشرب طبعا. استغنيت عن البلايستيشن. لا يعني مفيش موضوع ما استغنيتش بقى 100%. آه. قننت، كان تقنن الحاجه اللي هي إمم. فعلا بتضيع لك وقتك حتى لو بتتبسط بيها. ما انت برضو لما تبقى بتشتغل وبتتعلم حاجه جديده وبتكبر في مجال معين، الكلام ده مش منطبق على المجال بتاعنا بس، لا اي مجال تاني، وتلاقي الموضوع ده بينعكس عليك ماديا خاصه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ودي حاجه تبسطك برضو. طب بس أنت مم. سؤال برضه، أنت دايرة صحابك مثلًا أو الناس اللي حواليك أو كده، أنت مم. كنت بتقول لهم مثلًا أنا باتعلم جرافيك أو بتحكي عن الموضوع أو التجربة بتاعتك بما إنك أنت ضابط؟ معلش أصل بُص هاقول لك على حاجة، مم. الهالة اللي متاخدة مثلًا عن ضابط أو دكتور أو كده، اللي هو إيه، هو بغض فكك من ضابط، يعني خلّينا ضابط دي على جنب، دكتور. مم. مم. أنا برضه باستغرب لمّا يكون معايا في الcourse دكتور ده جاي يتعلم جرافيك. ما بالك مم. بقى ده واحد ضابط ودكتور وجاي يتعلّم جرافيك، أنا أنت لو صاحبي وأنا أعرفك مثلًا وضابط زيّك أو دكتور زيّك، إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ هتلاقيني باقول لك كده، فهل أنت ما واجهتش النقطة دي والّا واجهتها لا وأنت لا لسه خالص، بدري؟ انا احنا دلوقتي ممكن ده لو كان زمان سنين، من سنين كتير قوي كان نظرة المجتمع ممكن تختلف واصحابك واهلك والكلام ده كله. إمم. لا احنا دلوقتي عشان خاطر انت بقى عندك الدنيا بقت مفتوحة قوي وكمية ناس رهيبة في مصر عمل شيفت كارير، وكانت الكليات اللي هي الكليات اللي بتطلع عليها في مصر كليات القمة يعني، وعمل شيفت كارير من مجالاتهم لمجالات تانية، والناس شافت الانعكاس بتاع القرار ده عليهم في حياتهم الاجتماعية والمادية، بقى الموضوع بقى عادي. انا اصحابي ما عرفتهمش لما خدت الكورس، عرفتهم لما بدأت اشتغل. بدأت تشتغل آه. وبدات اللي هم مش بقى ما عرفتلهمش يا جماعه انا خدت كورس، انا بقيت ابعت لهم انا عملت ده. لا كنت بلاقي بجد والله إمم. يا ابني انت جامد جدا، ازاي انت عملت كده، والله احنا بنحييك مش عارف ايه، لا والله شاطر، لا دوس المجال ده حلو، لا مش عارف ايه. انا حتى عندي في البيت والدي ووالدتي لما عرفتهم ان انا بعمل الكلام ده جنب شغلي في الوقت اللي انا فاضي فيه فرحوا جدا. ايه المشكله؟
إمم. اصل انت برضو ما عملتش حاجه غلط، انت اتعلمت حاجه تانية، وحاجه مش مهينه، مش اقل، ما عملتش داون جريد لشغلك. وتشيز برضو لو عملت داون جريد مش حاجه عيب. يعني انا اعرف ناس تانية بيشتغلوا بعد الظهر اوبر واون درايفر والكلام ده كله، وتشيز برضو مش عيب. هي في النهايه انت اتعلمت ده، وبتلاقي في اللي حواليك ايه ده احنا نفسنا نعمل زيك. خاصة ان انا اصلا واحد من البداية كان عندي حاجات كتير كنت شاطر يعني، مثلا بانك عمال البلاي ستيشن اللي انت حاطه في دماغك ده، انا واحد مثلا كنت بلعب كتير وبخش بطولات وبكسبها وواصل ان انا لعيب جدا. انا اصحابي كانوا بيتحايلوا عليا، يا ابني ما تخش بقى وخش احترف ومش عارف، واعمل خش اعمل قناة على اليوتيوب وعلم الناس التوتوريالز بتاعت السكيلز بتاعت اللعبة والكلام ده كله. بحكم شغلي ما ينفعش. إمم. لو انا كنت في ظروف تانية كنت عملت كده طبعا. اللي هو بقى لو انت بتتكلم ان انا دكتور آه. مش ضابط، شفت كارير عادي. حلو جدًا. طب أنت بُص، أنا عايز أسألك على حاجة، لإن هي اتسألتني النهارده أو اتسألت لي النهارده. كان معايا كورس النهارده وفي ناس بتسألني بقى اللي هو أنا هابدأ إزاي أو أعمل إيه، وبرضه أنا والله بُص يا مصطفى، أنا مشرّدك سواء في البودكاست أو في الأمثلة اللي أنا باضربها يعني. انا عارف. عمومًا، والله بجد، أنا بس عشان إيه، أنت صديقي وحبيبي و حبيبي. وإيه، وأنا قُلت ضربت مثال بيك، قُلت إن أنت كنت معايا في كورس وبعد كده خلال الكورس برضه جالك شغل، فدُست في الشغل اللي هو بتاع السوشيال مثلًا، وبعد كده جالك م- شغل لوجو لمّا بدأنا الillustrator، بعد كده م- بدأت إن أنت ييجي لك شغل motion. تمام، بغض م- النظر مثلًا أنت سعيت ليه أو إن أنت يعني إيه، حد رشّحك ليه أو كده. م. فحتّة إن أنت أول عميل جِبته مثلًا أو أنت بحُكم شُغلك أو إن أنت خلّصت مثلًا الكورس أو بدأت في الكورس أو في خلال الكورس، جِبت أول عميل إزاي واشتغلت معاه؟ بص انا في الاول كنت عندي حيرة، اللي هو خلاص بقى ده انا اتعلمت هعمل ايه بقى. إمم. انا مش من الناس اللي مش هتعرف تقدم في الشركات وتعمل انترفيوهات ولا تنزل مطابع ولا الكلام ده كله، لان انا اوريدي بشتغل. حلو. فبقيت محتار، فسألتك ساعتها انا فاكر اللي هو اعمل ايه والكلام ده كله، وانت قعدت تقول لنا بقى على الحاجات اللي هي المواقع الفريلانس مستقل وخمسات والكلام ده كله. طبعا في الاول ما كنتش فاهم ايه الكلام ده. إمم. اول عميل جالي عن طريق المدام عندي. هي عندهم الاكاديميه بتاعتهم، هي مديرتها، وبيعملوا ديزاينات تقريبا شبه يوميه للكورسات اللي بيقدموها والدكاتره الاسنان اللي عندهم والمواعيد والكلام ده كله. حلو. فقالت لهم انا عندي حد بيعمل الكلام ده. طبعا ما يعرفوش ان انا طبعا بس هو هي عندي حد وخلاص. ف... فجالي اول شغل، وحتى ساعتها انا فاكر ان انا وريته لك. آه. وبدات في الاول مش معايا غيرهم. كنا في الكورس ساعتها، أنا فاكر كنا في يعني. الكورس من تاني محاضره او تالت آه. محاضره تقريبا، يعني انا فاكر ان هو كان 10 او 15 او 12 محاضره تقريبا. من المحاضره الثالثه تقريبا إمم. كنت خلاص معايا هم دول. ده هم كذا شركه، وكل واحده بلوجو بايدنتيتي مختلفه، فكل شركه ليها ديزايناتها، فهم دول اللي كانوا الكلاينت الوحيد اللي معايا. بعد كده لما بقى بدات اكمل بقى في بقيه البرامج والكلام ده كله، بقيت اقول لاصحابي إمم. يا جماعه انا عملت ده، وفي كذا حد يعرف ناس اللي هم بيبقوا عايزين ديزاينرز وبتاع، وانت منهم. حتى انا قلت لك لو انت خلاص عارف ان انا كنت بفرجك على شغلي، فبناء ان هو كان بيعجبك فكنت بترشحني الناس. إمم. فالموضوع كله جالي من دايرة معارف. إمم. بعد كده في مرة جالي شغل، بدأت بقى افتح مستقل وخمسات ومواقع فريلانس ولينكد ان والكلام ده كله. وبعد في ناس تواصلت معايا واشتغلنا مع بعض، وطبعا في ناس كتير ما جاتش. وخاصة برضو ان انا مش بأبلاي كل يوم، بحكم ان انا مش بفتح البرامج دي كتير. إمم. خلاص هو بقى حد، يعني مثلا شغلي الاساسي بتاع الاكاديمي مع كذا حد انت رشحتني ليه، مع كذا حد تاني رشحني ليه، يا دوب هو ده مقضي الوقت اللي انا فاضي فيه اصلا. حلو. جه حاجه في النص تمام، انما انا ما بقتش ادور. إمم. بس هو الصح في الاول، لان الناس كلها بتبقى عندها رهبه. يعني انا اللي كسر عندي حته الرهبه ان انا كان جالي الشغل عن طريق زي ما قلت لك كده المدام عندي. إمم. فخلاص انا هشتغل. انما لما بيجي لي حد غريب، اول مره جالي حد غريب، لا انا مرعوب. انا اول مره اتعامل مع كلاينت ما اعرفوش، كان قصه رعب. كنت بطبق واللي هو اهم. بنام بحلم باللي انا هعمل ايه. مع انك اشتغلت وعندك بورتفوليو اوريدي عملته، إمم. وعندك ديزاينات قديمه فرجتها اوريدي للعميل الجديد اللي جالك ده، وبناء عليها قال لك تمام احنا هنشتغل عشان عجبه شغل. بس انت مرعوب. فنصيحتي ان اي حد عايز يبتدي عن طريق السيركل اللي حواليه. يا عم مدرس صاحبك، محل موبايلات صاحبك، مش عارف مين صاحبك.
بيحتاج ديزاينات، جرب معاه واتعلم، لان انت برضو في الاول بتبقى لسه انت عندك افكار كتير قوي 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 في دماغك، وحاسس انك خلاص لميت الدنيا كلها، بس مش عارف تطبقها بقى على الشاشة اللي قدامك. فجرب معاه والدنيا هتبقى سهلة، والنقد هيبقى بسيط، والعشم هيبقى بينكم شايل حرك كتير لحد ما تتقل وتاخد خبرة. بس هو ده اللي انا عملته. إجابة جامدة جدًا، يعني أنا كنت مستني أسمعها وأنا عارف إن أنت هتقولها، أنا عارف الإجابة، بس كنت عايزك أنت تقولها علشان الناس. أنا وعدتهم النهارده والله، قُلت لهم إن أنت معايا برضه في الpodcast بتاع النهارده، واخلّيه هو اللي يقول الكلام ده بلسانه، علشان أنا باتسأل السؤال ده كتير جدًا. أنا أعمل إيه؟ هابتدي إزاي؟ هاجيب شغل إزاي؟ الكلام ده كله. أنا شايف أنت مثال، أنا عشان كده باقول لك أنا باشردك، أنت مثال حي قدّامي، وظروفك أساسًا يا جدعان ده راجل أصلًا ده مقفّل اللعبة، الراجل ضابط دكتور، يعني أيًا كان، والجرافيك بالنسبة له اللي هو ده في وقت فراغه، بس مع ذلك عنده شغف جامد جدًا إن هو يجيب عميل ويتعامل معاه، وفي نفس الوقت ياخد feedback كويس وبيدوس. وكون كمان إن أنت اشتغلت مع ناس، أنت ما اشتغلتش مع أي ناس، يعني أنا اللي شايفه دلوقتي لحد دلوقتي المشاريع اللي أنت اشتغلت عليها ما شاء الله، يعني مشاريع كبيرة وتقيلة ومع ناس تقيلة. فاللي ايوه. هو أنت الخبطة في دماغك، يعني أنت لو جات لك حاجة أو عملت حاجة وحشة مم. هتوقّعك، الناس دي يعني أنت اشتغلت مع أكاديميات وناس تقيلة فعلًا، اللي هو ما فيش هزار معاهم، وبالأخص وعايز اقول لك ان الموضوع ده برضو صعب. يعني انت لمّا بييجي لك عميل من بره، انت جايبه مثلا من على لينكد ان او من إمم، على موقع فريلانس، هو ما يعرفكش، فانت آه، في النهايه لو ما عجبتوش بعض انت في الامان، ما حدش يعرفك. آه، لما بيجي لك حد من ناحيه حد معرفه، الضغط بيبقى اكبر، صح، لان انت بتبقى مش عايز تحرج اللي رشحك. صح، يعني انا فاكر في حد انت كنت جايبه لي، إمم، انا كان الحياه بالنسبه لي فيلم رعب. انا مش عايز اصغر محمود، إمم، لان انا عارف انت قلت عليا ايه، حصل، وعارف انت يعني سوقت مصطفى ازاي للناس دي، اللي هو والله، لا ما تقلقوش، ده محترم، شغله كويس، هيفرجكوا عليه، ملتزم، مش عارف ايه. فانت بقى حطيت لي شويه كده نقط انا مش هينفع العب في واحده فيهم. ان اولا لازم تبقى الكواليتي كويسه جدا زي ما هم كانوا متوقعين، الديدلاين في ميعاده، التعامل شيك، الدنيا تمام، التفاهم في مجال للتفاهم، لا في عنطزه مني ولا في عنطزه من الطرف اللي قدامي، انا خليته يحترمني وانا كنت بحترمه. ده صعب، مش سهل، بس حلو في الاول. صح. بس بس أنت عارف الميزة اللي أنت ممكن ميزة إضافية فيك إيه؟ إن أنت بتعرف تتعامل، بتعرف تتكلم، بتعرف تتفاوض عمومًا، فيمكن دي الحاجة بغض النظر أنت بتقول أنا كنت خايف وإن أنا مرعوب والحياة بالنسبة لي فيلم رعب، بس أنت اتحطيت في الموقف، أنا واثق مليون في المِيّة إن أنت هتعرف تتعامل وتعرف تتفاوض. ممكن الميزة مم. دي اللي بتقلل شوية من موضوع إن الناس التانية أو أي حد بيبتدي تاني في المجال، ممكن إن هو يروح يجيب شغل أو إن هو يقدّم على مم. شغل. أنت خايف مم. بس عارف إن ما فيش حاجة بتبتدي سهلة. فأنا هادوس هاعرف حُطّني بس في الموقف، الموقف أنا خايف منّه، بس هاعرف أتعامل، فدي يمكن ميزة إضافية فيك برضه ممكن أنت ما استغلّيتها هي اي كويس. مجال، اي مجال عموما انت بتقدم فيه سيرفيس للناس، إمم، واللي زيك كتير، انت مش الوحيد، انت في احسن منك بكتير. ولما تخش حتى على جروبات الفيسبوك تلاقي الجروب الواحد بتاع الديزاينرز مثلا فيه بتاع 500 الف بني ادم. لما تفتح لينكد ان بتلاقي 500 الف واحد مقدم. لما بتيجي تابلاي على حاجه بتلاقي 1000 حد غيرك مقدم، البورتفوليو بتاعه تقيل. اي شغلانه انت بتشتغلها بتقدم سيرفيس لازم يبقى عندك سوفت سكيلز، إمم، ان انت ازاي تتعامل مع البني ادم. انت ممكن تبقى اقل كواليتي بس احسن معامله، صح، انت محسسه ان انت اجمد واحد في مصر. ده فكره انك ازاي تبيع نفسك. وانت شغلتك هي اي شغلانه، انت في النهايه انت إمم، بتبيع ديزاين بفلوس، او بتبيع لوجو، او بتبيع فيديو، او بتبيع ايا كان، بتبيع خدمه. عشان تبيع الخدمه لازم تقنع اللي قدامك بيها، وتقنعه بنفسك الاول. إمم، لو ما اقنعتوش بنفسك، انت ممكن تبقى انا كمصطفى، انا ممكن ابقى بعرف اتكلم احسن من محمود بكتير، بس محمود اشطر مني بكتير، فانا اجيب عملاء اكتر منه. صح، إمم. بس. وهي دي الفكره، هي فكره ان انت ما ينفعش اي بني ادم عموما، اي حد خد كورس، قرر يخش شركه، قرر يشتغل فريلانس مع نفسه، قرر يفتح شركه، الاساس في الديل هو التفاوض. فوضت اللي قدامك هتاخد عينيه، حتى لو انت اقل واحد. وعشان كده اي حد بيفكر انه ياخد كورس او يشتغل لازم يشتغل على نفسه بسايد السكيلز اللي عنده. انت فرحتي انت احسن واحد بتعمل فوتو مانيبيوليشن في مصر، انت احسن واحد بيعمل انترو افلام ولا انترو موشن في مصر، بس ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تتفاوض. ودي انا اتعلمتها من ناس انا بتفرج عليهم وبسمعهم، ومن زمان من وانا صغير بقى، من قبل ما اخش المجال ده ومن قبل الكلام ده كله،
انا بحب اقعد مع الناس اللي عندها مهارة الكلام، إمم. بتعرف تتكلم. انا ما كنتش كده، انا كنت شخص خجول جدا، خلي بالك، ومش يا بعرف اتكلم، راجل، يا اقسم راجل! بالله، والله ما بهزر. إمم. واللي يعرفني من زمان عارف ان انا كنت شخص اللي بيقعد ساكت، بسمع بس لما سمعت كتير بقيت بتكلم كتير، دماغي حاضرة، بعرف اتكلم كويس، بعرف اقنع اللي قدامي حتى لو انا بقول كلام غلط بس ساعات انت ممكن في النص تقول كلام صح. إمم. فاللي هو في النهاية انت وصلت له ان انت بني ادم مش مهزوز، واثق في نفسك، حتى لو انت بقول لك ايه، انا هعمل لك الفيديو ده، بتعرف؟ اهم. بعرف. عندك حاجة؟ عندي. حتى بس انت خد الديل، بعد أيوه، كده اقعد طبق على اليوتيوب، أيوه، أيوه. وكلم صحابك، وكلم محمود، وكلم هاجر، وبتعمل دي بتتعمل ازاي، ودي بتتعمل ازاي، ودي بتتعمل ازاي، ودي بتتعمل ازاي. واقعد كده بقى، انفخ نفسك، انت مش بعت نفسك خلاص وقلت انك جامد، اثبت له انك جامد. وده تحدي، ده اللي انا بعمله. انا أنا خدت حاجات أيوه. انا خدت حاجات اعلى من امكانياتي في آه. مرحله في الاول. إمم. بس لا يعني انا اللوجو اللي انا عملته، اللي انا وانت اتكلمنا فيه قبل كده، انا عمري ما توقعت ولا رسمت في خيالي انه يطلع كده، بس ولا طلع انه هيعجب حد. بس وطلع طلع. احلى مما انا كنت متخيل. الحمد لله. الفيديو برضه بتاع الmotion، أنا عايز أتكلم على النقطة دي بالله عليك، علشان هي دي أرخم حاجة يمكن أنت اشتغلت عليها، ويمكن دي اللي أنا ضربت بيها مثال برضه مع الناس النهارده. أنا باقول لك جايبك أستغلك يعني. الحتة بتاعة اتفضل. الmotion دي، أنت دلوقتي أنت خلّصت أنت كنت مخلّص الكورس تقريبًا بعدها بأسبوع أو أسبوعين، وجيت في حد كلمني الacademy اللي أنا شغال فيها يعني، عايزين يعملوا motion أو video motion، فأنا أول حد جه في دماغي مصطفى. أنا عارف إن أنا شكرا بالبّس جدا. نفسي، أنا عارف إن أنا بالبّس نفسي، معلش يا هاجر أنا آسف. شكرا. بس هو لا راجل لا لا، يا عشم نهار بحكم العشم ابيض. بقى وبتاع ومش عارف يا إيه، ومش عايز نهار أشغلِك يعني. ابيض. ياه المهم ياه يعني تقول يا راجل. عيب بقى. نورتيني يا استاذ هاجر. بس هاجر برضه كانت بتاخد يعني بتعرف تشتغل motion يعني. مم. المهم أنا جه في دماغي مصطفى. أكتر حاجة جات في دماغي إن هو كان الفكرة كلّها إن أنا أرشّح مصطفى ليه، والله يا هاجر أنا ما قصدي حاجة، بس هو بارشّح مصطفى ليه، إن هو حتّة الالتزام. أنا عارف الراجل لو قال كلمة إن أنا هاسلّمك يوم الفلاني، هيسلّمك يوم الفلاني. الراجل ما كانش اشتغل قبل كده، والمكان كبير، مكان كبير، حجم الأكاديمية كبير، وهيبقى في وِش الأكاديمية بعد كده. كون إن هو ياخد الrisk ده وينُط في البحر وهو ما بيعرفش يعوم أو بيعرف يطبّش كده، ويدوس ويعدّي البَر التاني، فدي حاجة يعني أنا مش عايز أسقّف عشان بس الإيه التسجيل، بس دي كانت حاجة جامدة جدًا، حاجة جامدة دي كسرت رهبة إن أنا لأ خلاص، أنا بالنسبة لي بقى أي حاجة هتيجي لي بعد كده سواء مين العميل اللي جاي لي أو طالب منّي إيه، فهيبقى بالنسبة لي لعب عيال. فأنا باتكلّم في النقطة دي يا جماعة علشان بس غرض إن أنا باقابل الناس من دي كل يوم بحُكم شغلي. أنا هابتدي إزاي، ولو جالي عميل هاتعامل معاه إزاي وأنا خايف ومش عارف إيه، ما الراجل أهو داس وما خافش واشتغل وطلّع الفيديو motion 6 دقايق وسلّمه في الوقت اللي هو محددينه. الوقت طوّل بس هم بناءً على طلب العميل، وطلّع الفيديو بquality جامدة جدًا. اللوجو برضه زي ما هو قال، ما كانش اشتغل على اللوجو ولا كان رسم سكتشات قبل كده ولا طلّع presentation، بس اشتغلنا مع بعض، قعدنا نتناقش مع بعض. إيه رأيك في الsketch ده؟ هو يقول لي إيه، أنا مثلًا لأ ده حلو هيعدِّل عليَّ. طب ماشي، بدأنا إن إحنا نطلّع الsketch، طب يالّا دوس وارسم، ورسمه قال لي كروكي كده حلو، كمّل بقى ضبّط أنت دنيتك في الحتت التانية. طيب خلّصنا اللوجو ورسمناه، طيب تعالَ نعمله أعمل presentation إزاي؟ ابتديت إن أنا أقترح له tutorial على اليوتيوب، اتفرّج عليها علشان مش هاقدر أفيدك بالمعنى الكافي، اتفرّج عليها وطبّق مع نَفْسك. طب إيه رأيك أغيّر الألوان، طب أعمل presentation كذا بقى. طلّع اللوجو بطريقة كويسة جدًا. فيا جماعة بالله عليكم الكلمة دي باوجّهها للناس اللي لسه بتتعلّم، بما إننا إحنا الpodcast بتاعنا بيفيد الناس اللي لسه بتتعلّم. لو أنت اتعلّمت دوس، ارمي نَفْسك في البحر وبعد كده شوف أنت هتعوم إزاي، طبّش لحد ما هتوصل، هتوصل. يعني ارمي نَفْسك، ما أنت واقف على الشط زي ما هو مصطفى قال من شوية، اللي هو أنا شايف الdesign شكله حلو. وهاعرف أنا سهل هاعرف أعمله، بس أنت لمّا تتحط في الموقف لأ، الموقف مختلف. فعلشان أنت تشتغل في حاجة هتكسر الرهبة دي إزاي؟ عن طريق إن أنت هترمي نفسك دبّس نفسك، أنت مش حمل قرارات. انت قلت لي كده قبل كده اما جيت عشان كنت بكلمك في حاجه، مش فاكره انت فاكر اصلا ولا لا. فاكر مجال بس الشغل لمّا حد طلب منِّك أنتِ تبعتي له الportfolio بتاعِك، لكن مش حمل قلت لي قرارات. دبسي نفسك. بالضبط، قلت ودبّستِ لي نفسك بقى؟ دبستها والله طب العظيم الحمد ما لله. بعت. ماشي. بص عشان تعرف ان انا شخصيه بسمع الكلام المحاضر بتاعي. يا شيخة. ماشي. طب في نقطة تانية برضو مهمة احنا اتكلمنا عنها مرة، حتة ان لو حد ابتدى في المجال وكده، ومثلا حد جه طلب مني الديزاين،
فهقول له كذا في الفلوس، فانا مبتدئه، فيقول لي ايه ده كتير. هو ما يقولش، هو مثلا يقول لي ايه ده وعلامه استفهام، فابدا بقى ايه تلعب في دماغي، طب ما ممكن يكون كتير، وافضل اقلل واقلل. انا ما جربتهاش لان انا ما اشتغلتش في الجرافيك. انا بسالك دلوقتي بما انك انت بدات في اول حاجه خالص، في الاوائل خالص، في اول ما مم. بدات تشتغل، حد قال لك كده او حسيت ان انت ايه ده، لا طب ما ممكن يكون اللي انا طلبته فعلا كتير، الحته دي؟ لا، انا لما ابتديت في الاول كان عندي الموضوع ده عليه علامات استفهام كتير. انا اصلا من الناس اللي ما بتعرفش تتكلم في فلوس خالص، فحتى لو انا شايف ان انا تعبت برضو مش هعرف اقول للي قدامي انا عايز اخد كام. لما ابتديت في الاول مع الشركات اللي انا اشتغلت معاها دي، شفت هم بيشتغلوا بكام واشتغلت بنفس السعر اللي هم كانوا بيشتغلوا بيه. لان انت في البدايه انت عايز تكسب ناس، مش عايز تكسب فلوس بس. انت ما عندكش خبره، فاذا انت بتشتغل الديزاين بكام، والله بكذا، طب خلاص انا هعمله بنفس التكلفه مفيش مشكله. بعد كده طب انت عايز تكسب اكتر، انت ايه شغلك حلو، فتبدا خلاص انت تحط رجلك. شفت الناس القديمه بتعمل ايه، ما انا قبل ما اشتغل شفت الصفحات بتاعتهم بتاعت الفيسبوك والبوستات القديمه بتاعتهم والديزاينز بتاعت الناس اللي كانت شغاله معاهم. والله فهمت دماغهم وحسيت ان انا ممكن اعمل احسن من ده، ففكرت ان انا اعمل احسن منه. فبناء عليه كسبتهم، خلاص عرفوا ان دلوقتي لا احنا مصطفى شغله حلو قوي، فخلاص انا كسبتهم. ممكن بقى مع الوقت تبدا تزود حاجه بسيطه، حاجه مش عارف إيه. بس في الاول انا كل العملاء اللي اشتغلت معاهم لو ناس انا ما اعرفش هم بيشتغلوا بالافريج بتاع اللي هو سعرهم كام او هم مش عاملين بادجت كام، انا بفتح النت عادي جدا، بخش على جوجل بجيب المينيمم برايس بتاع اي حاجه. المينيمم برايس بتاع السوشيال ميديا ديزاين كام؟ 100 جنيه، هشتغل ب 100 جنيه مثلا. المينيمم بتاع اللوجو كام؟ 500 جنيه، هشتغل ب 500 جنيه. المينيمم بتاع الدقيقه بتاعت الفيديو الموشن او المونتاج كام، واشتغل على اساسه. انت في النهايه انت زيرو، فعايز يبقى عندك عملاء. لما يبقى عندك عملاء كتير ما تتكلمش في فلوس خالص، اشتغل بقليل. في بقى الناس تقول لك لا انتوا بتحرقوا الاسعار وانتوا تاخدوا رزقنا. ما حدش بياخد رزق حد. انا واحد عايز ابتدي، هبتدي ازاي؟ واكيد مش هبتدي بارقام كبيره لان انا برضو ما اعرفش اللي قدامي ده هو ممكن يقول لي لا، فانت ساعتها تخسر عميل، فترجع تاني تلاقي نفسك قاعد ايه ده انا ما اشتغلتش، طب يا ريتني كنت قللت، يا ريتني كنت قلت لا، ما انت بتتنك ليه، ما انت ما عندكش حد. بتقعد بقى تسال نفسك الاسئله دي. فانا عشان ما احطش نفسي في الموقف ده، كنت في الاول اول عميل شفت انتوا بتشتغلوا بكام، بكذا، انا تمام. اللي بعده ما قاليش بادجت، فشفت القليل كام، قلت له خلاص. ودايما دايما 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 بقول له شوفوا الاول وبعد كده نتعامل. الحمد لله لحد دلوقتي ما اتعاملتش مع نصابين يعني. الناس كلها تمام وبتدفع فلوس في مواعيدها بعد ما بتستلم شغلها والكلام ده كله وتمام. خلاص احنا ده كذا، والله انا شايف انه كذا، انتوا شايفين كام، لا خلاص احنا على نفس السطح على نفس الصفحه، فخلاص جو اهيد ويحولوا لي فلوس ونتكل على الله بس. دخلت شفت فيديو لحد بيتكلم ازاي تسعر شغلك، وخاصه زي ما محمود كان بيقول دلوقتي ان ده كان اول فيديو موشن اعمله بفلوس. انا كنت عامل فيديوهات موشن قبل كده، ده كان اول فيديو اعمله بفلوس. فاللي هو دخلت شفت انت ازاي بتقيم، فشفت ناس تقول لك والله على حسب طبيعه البروجكت نفسه، مدته قد ايه، الوقت اللي العميل مديهولك، الكلام ده كله. ماشي فهمت الدنيا. لقيت ان انا قصاد الحاجات اللي هو قالها دي كلها انا عملتها، فبدات كل حاجه تترجم لقصادها لبرايس. وفي النهايه ما اختلفناش لان العميل اللي انا اتعاملت معاه حاسس ان انا تعبت لان هو ضغطني في الوقت. وفي النهايه برضه شاف كواليتي اللي هو كان مستنيه. يعني انا لما اتقال لي في الاخر بجد الله ينور عليك تسلم ايدك زي ما احنا كنا متوقعين بالظبط، خلاص مش عايز. انت لو ما خدتش فلوس انت مبسوط، انت عملت اللي انت كنت عايز تعمله. انت خلاص خدت اول خطوه في مجال الموشن ده، ان انت عملت اول فيديو ليك لحد للكلاينت واتقال عليه تمام واتقال عليه الله ينور، واللي كان بيكلمك ما كانش بيجاملك لانه قعد نفخك 4 ايام تعديلات عموما يعني، فمش ما كانش هيوافق غير لما كان تمام. ففكره التسعير انا شايف في الاول الناس مش المفروض تركز قوي. انا عارف ان كل ما داخل المجال متوقع ان هو من تاني يوم هيبقى مش ملاحق على الدولارات اللي بتخش الحساب. مفيش الكلام ده. ابتدي بالاول بارقام بسيطه، عشان كل ما هتعمل ارقام بسيطه يبقى عندك عملاء. على الاقل ثبت معاك عميل او اتنين في الاول تبقى ضامن ان دول معاك. وبعد كده ابدا بقى شوف انت بتقرا الكلاينت اللي قدامك. اكيد مش هتعامل بتاع واحد بتاع شركه او اكاديميه زي اللي محمود جابها لي دي، زي محل فطير مش زي سوبر ماركت. في النهايه برضو العميل اللي بيحدد لك انت هتشتغل على ايه والمجهود اللي انت هتعمله. مع الوقت هتبدا تاخد خبره. والله انا شايف ده ما يستاهلش اكتر من كده. انا ساعات بقيت احس ان انا ايه ده، انا عملت ده
نيجي نتحاسب، والله انا هديك كذا، والله انا في مرات قلت للناس كتير والله مش ببالغ، لا انا مش مستاهله كل ده، انا الموضوع كان بسيط. فهي هتيجي بالخبره، هي اول مره، هي البدايات هي اصعب حاجه في المجال ده. عشان كده لما كنا بنتكلم من شويه ان انا اول حاجه عملتها ورميت نفسي في البحر، في كلمه انا اتعلمتها من ناس كتير انا اتفرجت عليهم وسمعتهم: اهم حاجه انك تبتدي. انت عايز تبقى جرافيك ديزاينر، ابتدي. عايز تعمل شيفت كارير وتبقى يوتيوبر، ابتدي. عايز تشتغل تعزف جيتار، ابتدي. بعد كده كل حاجه هتمشي. كل الناس اللي انت تتفرج عليهم وعايز تبقى زيهم دول كانوا زيك في يوم من الايام. محمود زايد ما اتولدش على فوتوشوب قاعد على كيبورد. نور ديزاين ومصطفى مكرم والناس اللي على اليوتيوب دي كلها ما اتولدوش كده، اتعلموا وخبطوا وخدوا فلوس قليله واترفضوا واتقبلوا، بعد كده بقوا بالناس اللي انت بتتفرج عليهم دلوقتي بتتعلم منهم. ابتدي وبعد كده الدنيا هتمشي بس. حاسة أنا بسمع حد خبرة سنين، يعني مش خبرة شهور ولا خبرة سنة، بجد حاسة أنا بسمع حد عنده خبرة كام سنة كده. كلامك كويس. ميرسي كلامك. والله، ميرسي والله. عشان كتير قوي في الأول فعلا بيقعوا في الحتت بتاعة الأسعار، وحتة إن هما إزاي يتعاملوا، حتت الشغل في البدايات اللي هو اتكلم عنها دي. هو قال نقطة كويسة وجاوب على نقطة كويسة يعني. أتمنى إن الناس تستفيد منها وتسمعها. هي الموضوع باختصار، انت ما تقعدش تبص تحت رجليك، اتعامل مع الموضوع كأنه اي مشروع تاني. انت النهارده فتحت سوبر ماركت في شارع فيه 10 سوبر ماركت، ايه اللي هيخلي الناس تشتري من عندك؟ اعمل عروض، اعمل اوكازيون زي الناس ما بتعمل الكلام ده كله، اللي هو هخفض شويه، هديك على العشر ديزاينات ديزاين زياده، هديك اتنين زياده، بس في نفس الوقت برضه يبقى الكواليتي مقبوله، ما تبقاش بتعمل قرف، لا بتبقى بتعمل حاجه كويس. صح. هتبدا تكسب ناس، والعميل ده بقى لما يجي بعد كده واحد تاني يقول له انا عايز ديزاينر، هتلاقي بدل ما هو مثلا كان معتمد عليك في التصميمات بتاعت السوشيال ميديا بس، يقول لك ايه ده انا عندي فيديو، هيكلمك انت اول واحد. ايه ده انا عايز اعمل لوجو واجدد لوجو الشركه، هيكلمك انت برضه. خلاص انت خلاص كسبت. اهم حاجه انك تكسب في الاول عميل او اتنين عشان ما تقعدش فاضي، ده هيخلي عندك ثقتك بنفسك دايما موجوده. مم. بس صح. طيب يا جماعة، بمناسبة لا، عايز تقول حاجة تاني قول. لا زي صح، انت الفل كنت كده. قلت صح وساكت. طيب هنقط فاصل سريع كده. بتنويه هام، احنا دلوقتي بنسجل بتاريخ 11/11/2023. النهارده حدث تاريخي وعظيم حصل في البشرية. النهارده يوم مميز جدا. تفتكروا ليه ان النهارده يوم مميز؟ عيد ميلادك ولا ايه يا حوده؟ اه. طيب بص. وانت طيب شفت بقى يا جد، يعني انت ما قلتليش كل سنه وانت طيب، يا جد بالصدفه ما اهو. انا بقول لك هو الساعه 12 اهو. عشان تعرف ان الحلقه دي مميزه، علشان ماشي. انت اولا موجود معانا، وعلشان خاطر عيد ميلادي يعني. ميرسي والله يا حبيبي، ده شرف ليا بما والله، كل ان انا سنه اللي وانت قايله طيب. البنت على فكره، لا انا كنت هاجر، والله بتهزق. العظيم ابدا، والله العظيم ابدا، انا بصراحه يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني انا يا عم ما ما اعتقدتش تقولش حاجه بقى. اصلا ان انت تكوني فاكره اليوم، او عارفه يوم تاريخ ميلادي او كده. عيب طب والله، مش عيب كنت بس والله. تقول لي بدل ما اجي ايدي فاضيه كده يا كنت راجل جبت ايدك تورته فاضيه، وانا يا راجل جاي. انت قد الدنيا والله. بما ان احنا التسجيل وقته اختلف، احنا دلوقتي النهارده بنسجل يوم الجمعه. مم. وبما ان دي اول سنه احنا البودكاست بيبقى فيها، فاكيد لازم تبقى سنه مميزه بالبودكاست. فانا قلت احاول يعني اخليها مميزه شويه بالتسجيل، او بالحاجه اللي هنعملها في التسجيل ده تبقى حلقه مميزه بكده. نغني فكل له. نعم يلا. لا عشان نغني له الناس ايه؟ عشان مش الناس تطفش للدرجه. وتمشي. هي لا مش للدرجه. بس هو يعني ان شاء الله ماشي. ربنا يعني ان شاء الله انا يعني ايه، مش عارف اقول ايه والله بصراحه، بس يعني لو انا قلت كلمه ان هو من ضمن اكتر الحاجات اللي أنا عملتها في السنة دي وكانت مميزة فعلًا، هو كان البودكاست. إن أنا اتعرّفت عليكِ طبعًا يا هاجر، حاجة كمان برضه إن أنا يعني اتعرّفت على مصطفى بجد والله العظيم، يعني أنا حرفيًا من ضمن الإنجازات بتاعة السنة، لو أنا هاتكلّم بقى إنجازات بقى السنة وبتاع وأكبّر الموضوع، فهو والله علشان أنا عملت البودكاست ده أنا وأنتِ. تاني حاجة إن أنا اتعرّفت على شخصية زي مصطفى، يعني إن أنا كنت باقول كده قبل ما نبتدي أصلًا تسجيل، وباقولها تاني وباعيدها تاني، إن هو من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا اتعرّفت عليها في خلال السنة دي. فإن شاء الله ربنا ييسّر الحال وتكون سَنة سعيدة، والمعرفة تدوم، والمحبة تدوم، وتكون معرفة خير يعني إن شاء الله. وكل سَنة هنحاول ان كل احنا سَنة وأنا نحط. طيب يعني. كل سنه وانت كل طيب سنه يا وانت حب. طيب. حبيبي يا درش وأنت طيب يا رب. هنحاول ان احنا نحط في الحلقه دي هدف ان شاء الله، لو البودكاست استمر السنه اللي جايه. إمم. نفتكر بقى ان الحلقه دي يعني ان شاء الله الهدف ان البودكاست يستمر للسنه اللي جايه 11 إن شاء 11 الله. 24 بقى. هطلع معاك السنه الجايه في نفس الميعاد، ان شاء الله. إن شاء الله. ما كنا عايشين وقتها يعني.
وقتها والله يعني اتمنى ان احنا يكون العالم لسه ما انتهاش. هنحط اللقطتين. المهم يعني نرجع للحلقة تاني. أنا قلت ان احنا ناخد فاصل فاصل سريع سريع. كده وبعدين نرجع تاني. انا بحتفل بعيد ميلادي على الهوا. أي خدمة. هو على حسب انا احط اللقطة دي في المونتاج ولا مش هحطها، ما يمكن ما احطهاش. مش لازم اصلا، هو مش هياخد اكبر من حجمه بقى خلاص. مش حدث عادي يعني، ايه يعني اتولد محمود خلاص. عادي، اللي هو عادي، عدي الدنيا يعني، عدي يومك. خلاص قلنا لك كل سنه وانت طيب، ما خلاص تزيدش يا خلاص. عم بقى، يا عم تفتح لي ده كان هو شكلك. قوي. هو في نهاية الحلقة دي، واللي أنا مش عايزها تنتهي بصراحة، لأن أنا مستمتع بيها برضه جدًا. مصطفى أنا قاعدين بنرغي بفكك من الجرافيك بقى، وإن إحنا عمالين بنتكلم، إحنا بنقعد نتكلم في التليفون، بنقعد نرغي بالساعة والساعتين كمان، امم ونقعد نتكلم، وهو يقعد يقول لي أنت ما معكش رصيد، وأنا أقول له ما معكش رصيد، نقعد نتريق على بعض. المهم يعني المهم يعني كانت حلقة والله فعلًا مميزة. مميزة جدًا، جدًا يعني، والشخص مميز برضه. اتكلّمنا على حاجات كتير تخُص البدايات. يعني إحنا بقى لنا فترة بنجيب ناس إلى حدٍ ما بقى لها شوية في المجال، بس إحنا جِبنا حد المرّة دي مختلف حرفيًا بمعنى الكلمة. اتكلّم عن تجربته، واتكلّم عن الحاجة اللي هو مشي بيها، الsequence اللي هو مشي بيه لحد ما بدأ إن هو ييجي له شُغل، وابتدى إن هو يحقق دَخْل من خلال الgraphic. فمش هازايد على الكلام اللي هو بيقوله، أنا وفخّمت فيه كتير وشكرت فيه كتير بصراحة. بس هي كانت بصراحة حلقة جامدة جدًا، ومتعودين دايمًا من مشكّل جرافيك إن هو يجيب ناس مميزة، والحلقات بتاعته تكون حلوة جدًا، جدًا، جدًا. باشكرك للمرّة الأخيرة يا مصطفى. انا اللي وده بشكركم والله. بشكرك معايا يا مصطفى. لا والله انا اللي بشكركم، ومبسوط والله بالتجربه دي، يعني ان شاء الله نكررها تاني. واتمنى ان انا ما اكونش رخمت على، يعني اتكلمت كتير، ولا يعني اتكلمت في تفاصيل كتير، بس انا فاهم احساس كل واحد. آه، مكاني دلوقتي خد الكورس من فترة قريبة وكان محتار، لان انا عشت نفس الحيرة. يعني انتوا البودكاست بتاعتكم بتجيبوا ناس موجودة في السوق او بتشتغل من قبل كده. البودكاست اللي انا بشوفها ناس قديمة وبتنقل خبرتها. انا واحد من الناس اللي انتوا بتسألكوا كل يوم. انا واحد من إمم، الناس اللي كانت بتسأل قريب جدا، مش من بعيد، إمم، ولقيت الإجابات. فحبيت أقول للناس إن أي حد أيا كان هو مين، لسه بقى طالب جامعة، اتخرج، اشتغل، ما اشتغلش، بيدور على شغل، قاعد دلوقتي أو بيسمعنا أو بعد أو قبل ما يسمعنا بيفكر وهيعمل إيه. هي كلمة واحدة بس: ابتدي وسيبها على الله. إمم، ربنا مفيش حد، ما دام أنت اجتهدت، تأكد إن ربنا ما دام أنت اجتهدت وتعلمت حاجة، خصصت جزء من وقتك انك بتتعلم حاجة وعايز تسعى فيها، ان ربنا هيكرمك. مهما كانت الدنيا صعبة، مهما كانت الدنيا مش من اول لما انت ابتديت لقيت الابواب كلها مفتحة في وشك، عادي هتلاقي ابواب مقفولة وهتلاقي ابواب مواربة. عادي، جرب وقع. مفيش حد اتولد بيعرف يعمل كل حاجة، وده مبدئي في الحياة. مفيش حد اتولد بيعرف يعمل حاجة، كلنا اتعلمنا. كل الناس بتتعلم. محدش اتولد على كيبورد، محدش اتولد بيغني، محدش اتولد بيلعب جيتار، محدش اتولد بيعرف يعمل كل حاجة. الناس دي اتعلمت واشتغلت على نفسها واجتهدت ووصلت في النهاية للصورة اللي انت في النهاية او انت في النهاية عايزة توصل لها. ايه ده؟ الله، ده عمل ده ازاي؟ انا عايز ابقى زيه. هو بس مجرد انه ابتدى وخد الريسك وسعى. اسعى وكل حاجة هتمشي معاك. هتبقى في الاول محتار، انت عايز تشتغل ايه؟ انا خدت 5 برامج، بقيت في الاول ايه ده؟ الله انا حبيت الفوتوشوب شويه، ايه ده؟ الله انا حبيت الالستريتور. بقيت في الاول محتار. جرب في كله، بعد كده خصص نفسك في حاجه، ابدع فيها. خليك بتاع تيبوجرافي بس، خليك بتاع موشن بس، خليك بتاع بريمير بس. طور نفسك فيه، بس خلي عندك بقى الباقي موجود على جنب، ان لو حد اتزنق فيك يبقى برضه موجود. بس نصيحة مني، لان ده اللي انا ناوي اعمله قدام، هركز في 1 أو 2 من ال5 حاجات اللي انا درستهم دول، وهقعد اتفرغ لهم بس. فاعملوا كده، وده اللي هينفع وده اللي هيدوم. وما تعتمدش على الكورسات، وما تعتمدش على ده بس، لا، طور من نفسك. كل ما تعلم حاجة جديدة هتلاقي حاجة محمود ما قالهالكش، هتلاقي حد المحاضرة اللي ادالك المحاضرة دي ما ادالك. اتفرج على اليوتيوب، اتفرج يا عم على الفيسبوك، واقعد على الانستجرام، واعمل اللي انت عايزه، بس خصص كده ربع ساعة كل يوم وانت قاعد. شوف حد عمل حاجة انت ما شفتهاش قبل كده وجربها في ساعتها، هتلاقي نفسك في حتة تانية.
بس انا اسف ان انا طولت، لا يا باشا وبجد براحتك. اتبسطت معاكم جدا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. وحاجه بقى اخيره، معلش انا عارف ان انا طولت يعني. قول عادي. انا بجد بتمنى لكم من كل قلبي ان البودكاست ده السنه الجايه يبقى احسن من دلوقتي كمان، ونبقى مع بعض في استوديو، و... والضيوف التانية اللي بتيجي معاكم تبقى مع بعض في استوديو، والسبسكرايبرز بقى والفيورز والكلام ده تبقى اكتر بكتير. لان بجد 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 انتوا بتجتهدوا وبتعملوا حاجه حلوه جدا. انا تقريبا ما فيش حلقه بتنزل ما بسمعهاش، ومش عشان انا معاكم، عشان انا فعلا كنت من الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه كان بيوفر عليا ان انا ممكن اتصل بمحمود في وقت هو مش فاضي فيه عشان عايز اساله على حاجه، او ان انا عايز ارجع لحد معين عشان اعرف منه معلومه. انتوا بتقولوا حاجات كتير تنفع اي حد عايز يبتدي، فجو اهيد كملوا، انتوا بجد برافو عليكم ومجتهدين، والكواليتي بتاعتكم بتعلى مع الوقت. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه او الحلقات اللي جايه تبقى احسن من دي كمان، والناس تستفيد والناس تتعلم والناس تدعي لكم ان انتوا بتعلموهم حاجه بتقعد تحيرهم كل يوم بالليل. بس كده إن شاء الله. ان شاء الله. أنا باشكرك للمرّة الأخيرة. إحنا زي ما أنتم عارفين يا جماعة، إحنا مشكّل جرافيك موجودين على Apple podcast، وموجودين على بوديو، وموجودين على Spotify، وموجودين وإن شاء الله يعني أنا عمّال باقول إن إحنا هنبقى موجودين على SoundCloud وحاجات تانية كده، بس إحنا موجودين على المنصات دي، موجودين برضه على اليوتيوب. كمان اللي عندنا الpage الخاصة بتاعتنا على الفيسبوك اللي بننشر عليها حاجات وبتنزّل عليها الحلقات، ممكن تدخل تسألنا على أي حاجة، أو ممكن تكون معانا ضيف كمان في الحلقات اللي جاية لو حابب تطلع معانا live في قلب الحلقة وتسأل الأسئلة اللي أنت عايزها كلّها. ما تنسوش طبعًا تعملوا follow وsubscribe للحاجات اللي أنا قُلتها دي. الحلقة إن شاء الله كانت الحمد لله كانت مميزة جدًا. هاحط لكم الlink بتاع الbehance بتاع مصطفى في الوصف بتاع الdescription بتاع الفيديو أو بتاع الpodcast يعني. كمان الLinkedIn تدخلوا تعملوا له follow بقى وتسألوه وتصيطوه كده، إحنا نشهره من خلال الpodcast ده. أنا باشكركم للمرّة التانية والتالتة والأخيرة، وإن شاء الله يكون معانا حلقات تانية مميزة جامدة جدًا من مشكِّل جرافيك.